احنا امتى يا جماعة وصلنا للمرحلة دي من الإحساس بالاستحقاقية والأحقية إن احنا نعبر عن كرهنا للناس اللي حوالينا بمنتهى الأريحية كده ومتأكد إن مفيش أي توابع؟ أنا سؤالي النهاردة مش على الكره، أنا سؤالي على التعبير عن الكره، لأن موضوع الكره ده واضح إن هو بقى موضوع مفروغ منه وموجود ومش هنعرف نروح منه في حتة. أنا امتى بقيت حاسس كده إن أنا من حقي إن أنا أعبر عن كرهي للي قدامي بأفظع وأبشع الألفاظ في كل المناسبات اللي تنفع واللي ما تنفعش؟ عادي جدا، مفيش أي قلق من أي توابع. يعني لما واحدة مسيحية تركب المواصلات وتلاقي واحده محجبه بتقول لها يا صليبه يا اللي ريحتك معفنه وبصوت عالي وقدام كل الناس، ايه ده؟ بعدين ايه علاقه الصليبه بالريحه المعفنه؟ انا عارفه على فكره من زمان ان المسلمين كانوا دايما يقولوا المسيحيين ريحتهم معفنه، بس انت على فكره ممكن يكون عندك خبره مش كويسه مع واحد ولا اتنين كانت ريحتهم معفنه فعلا، لكن ده ملوش علاقه مباشره خالص بالمسيحيه. لكن العلاقه المباشره فعليا ما بين اللسان الزفر وبعض الاديان التانية. واحد تاني مواطن عادي جدا حاطط صوره بنته على السوشيال ميديا وفرحان بيها بعد ما عمتها، نزلوا عليه شتايم والفاظ وتمنيات بجهنم وبئس المصير، واحده تانية بتقول له دي بنتك شبه الفار. ليه؟ ايه الفكره؟ ايه اللي خلانا وصلنا لان احنا بقينا خلاص مش قادرين نكتم مشاعرنا جوانا وبنعبر عنها وبنقولها وبمنتهى الجرأة وانه مفيش اي توابع هتحصل؟ يا جماعه من فضلكم حد من العقلاء المعتدلين اللي بنسمع عنهم يطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل؟ امتى وصلنا للاحساس بالاريحيه الرهيبه دي في شتيمه واهانه وازدراء دين الاخر ومتاكدين انه مش هيحصل اي حاجه؟ لانه طبعا في مصر مفيش حاجه اسمها ازدراء الدين المسيحي، هو مفيش غير دين واحد في مصر وهو الدين الاسلامي. لكن الدين المسيحي لا، انت كده مش ازدراء ولا حاجه، انت كده بتوصف الشخص اللي قدامك وبتوصف دين. هل في يوم من الايام هنشوف قانون ازدراء الدين المسيحي زي ما في قانون ازدراء الدين الاسلامي علشان كل الناس دي تقف عند حدها؟